السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أنه فصل الشتاء ورمضان الكريم على الأبواب، وكما راكم تشوفوا الفلفل أصلا متوفر في الأسواق يعني بكميات كبيرة، وتقريبا سعره في متناول الجميع. راح نستغلوا هذه الفرصة هذه ونعتكم كيف نخدم الهريسة اللي نخدمها أنا في الدار، سواء اللي نطيب بها ولا اللي ناكلها. وراح نستغلوا هذيك القشور اللي راح تقعد تاع الفلفل، يعني القشور هذيك، ونديروا بها الفلفل الرطب اللي نطيبوا به، يعني ما راح نطيشوا والو ما عدا الزريعة تاع الفلفل. وإذا حبيتوا تيبسوها تبيعوها أنتم أحرار. راح نعطيكم طريقة اللي راح نخزن بها أنا الهريسة، يعني اللي نخبيها بها الهريسة أنا. نعطيكم طريقة اللي راهم يستعملوا فيها الناس، اللي عجبتكم تقدروا تستعملوها، اللي جاتكم عملية وسهلة لكم تقدروا تستعملوها. المهم ندخل مباشرة في الطريقة والوصفة والمقادير، وما ننساوش نصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا راجل راح جاب لي كمية تاع فلفل كبيرة، يعني كما راكم تشوفوا كرتون. هذا الكرتون هذا فيه تقريبا 14 ولا 15 كيلو، حسب له على 5000 الكيلو ولا 4500. المهم سلكنا فيه 50000. الفلفل هذا راه مش يعني ما يجي يخرجلكش كميه كبيره، لانه فيه القشور كثر من اللحم، نقولوا مش ملحم، حنا نقولوا مش ملحم. ولكن انا استغليته ودرته وخرج لي كميه ما شاء الله. يعني ب 50000 خرجت اكثر من 5 كيلو فلفل، يعني هريسه تقريبا 7 كيلو الى 8 كيلو. هنا نقيته كامل، نحيت هذاك الخامج هذاك درته بجنب وطيشته. وهذا النظيف هذا اللي راكم تشوفيه، اللي راني نشوف فيه انايا، يعني كي نشوفو كما كنقول ما نطيبوش، نقعد غير نتفرج فيه. شوفوا اللون تاعو واش حمر. نغسلو مرتين ثلاثه حتى كامل ينضاف. من بعد واش نديرلو، راح نروح نحي القشور هذوك ونحي النواه. هنا يعني نتوما استعملوا لي قوات، انا ما كاش متوفره عندي. شوفوا كيف يديا كامل شلفطو، نقسم عليها زوج ونحي هذيك الزريعه هذيك تجيني احسن، يعني الطريقه هذه لاني نحوس نستغل هذوك القشور تاع الفلفل. اذا ما حبيتيش تخدمي بالقشور تاع الفلفل تقدري تقسمي الفلفل على زوج وطيبيه مباشره، يعني بلا ما تنحي الزريعه تاعو. ولكن انا حبيت ندير القشور تاعو نخدم بها، والفلفل نطيبوه، ندير الهريسه وندير الفلفل هذاك الرطب. واش ندير، نحكم هذا البورمه تاعي ولا الكم اللي راح طيبي فيها، ندير نصها ماء ونحطه يطيب ساعه كامله، يعني ساعه على نار كما راكي تشوفين، نار عاديه، ما هي قاويه ما هي متوسطه. بعد ساعه نطفي عليه ونخليه شويه يدفى، يعني مش يبرد، يدفى فقط. تقريبا نص ساعه، يكون ما يكونش الماء تاعو سخون بزاف. من بعد نجيب الكسكاس تاعي ولا الصيار تاعي ولا ونصفيه، يعني نصفيه من الماء هذاك اللي يخرج فيه. هنا كي تصفيه ما تروحيش تصفيه من بعد تخليه يبات ليله كامله، لا لا، صفيه هنايا تقريبا بين ساعتين الى 3 ساعات ونجيبوه باش نستعملوه. شوفي هنا راح نجيب لاشوار، انا حنستعمل لاشوار. كاين اللي عندها لاشوار تقدر تستعملو، اللي ما عندهاش تقدر تستعمل هذيك لاباراي مانيال، هذيك التشيني اللي كنا نخدموا بها بكري الهريسه، يعني نخدموا بها الفلفل ولا الغرس. ولا نجيب السيار ونحط القصعه تحته، ومن بعد نجيب كميه من الفلفل نحطها في لاشوار تاعي. هنا اللي راح تطيب بها، يعني نكرر ونعاود، اللي راح تطيب بها هذه الطريقه فقط، يعني نهزوا الفلفل ونحطوه في لاشوار نرحوه، خلاص هنا تنتهي المهمه تاعنا، يعني نهزوه نحطوه في السيار ونصفيه. اما بالنسبه اللي راح تاكلها، يعني اللي راح تاكلها هنا كي تلحقي هنايا تهبطي هذيك الفلفل تاعك من الحواف، ديروا زوج سنات تاع ثوم، شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع كمون. كاين يدير الكرويه، انا ما نستعملهاش، ندير فقط شويه تاع كمون وحبات تاع كزبر، كزبر حب مش مرحي. ونعاودو نرحيه للمره الثانيه. هذه اذا كنت راح تاكليها، يعني تحطيها تستعمليها ماكله. انا لا لا، انا نطيب بها فقط، يعني ما نستعملهاش ماكله. هنا وصح ديري كي تكملي خلاص نفرغوه في السيار، ونجيب هذا السيار لخشين خلاص، حنا نقولوا سيار تاع الزرع، ندير فيه العيش كل وحده كيف تسميه. نجيبو سباتيل كيما هكا نهبطو، ولا احسن طريقه انك تستعملي لي قوات هذوك شويه الخشان وتهبطي بيدك، يعني طريقه عمليه احسن من من سباتيل تدي لك وقت. هنا هبطت الكميه كامله، هنا كي تشوفي يعني تشوفي الكميه تقولي راهي قليله بصح مزال، شوفوا راني النص ما كملتوش. بعد ما كمل نرحيه كامل ونهبط هذاك الفلفل كامل. انا يعني استعملت لقيت لي قوات هذوك نتاع الفرامله، يعني استعملت درت زوج ولا ثلاثه خدمت بهم. شوفوا هنا بعد ما كملت يعني عطاني كميه كبيره، يعني شوفوا قداش عطاني هنايا. انا كي وزنتها من بعد، يعني كي فرغتها ووزنتها لقيتها 7 كيلو و600 غرام ولا 700 غرام، تقريبا 8 كيلو. ثم الكيلو تاع الهريسه اللي راهي برا مخدومه خامجه ومش نظيفه اكثر من، يعني الكيلو تاعها اكثر من 32 إلى 33 ألف. هذا إذا كانت يعني نوعية يعني متوسطة ماشي رديئة بزاف. بالنسبة لهذا اللي قاعد لي راح نديرو فيه السني ونحطه ينشف في بلاصة تاع الشمس. بعد ما تكملي ترحيه يولي بودرة وتخدمي به عادي. بالنسبة للروينة هذه اللي درتها، هذه أنا من بعد يعني راح ننظفها ونرنخهم في الماء في القصعة ونغسلهم. المهم راح تتعبي نهار بصح تتهناي أشهر، يعني شهورة
6 7 شهور كي والو. أنا بعد ما كملت هنايا يعني فرغتها في البرمة تاعي راح ندير لها مغرف سكر ومغرف ملح، مغرف الكبيرة كيما قلت لكم من قبل، يعني مزيج بين السكر والملح راهو مادة حافظة. هنا ما نقدرش نستعملها بعد ما نكبلها الملح والسكر، راح نخليها تبات ليلة كاملة في الفريجيدار. أنا خدمتها يعني في النهار، وفي الليل خلاص كملت ريحيتها، راح نحرك هذاك السكر والملح ونهزها ونحطها في الفريجيدار تبات ليلة كاملة. بعد ما باتت ليلة كاملة في الفريجيدار كيما راكم تشوفونا زادت يعني حكمت روحها مليح مليح، راح نروحوا نشوفوا طريقة التخزين. هنا اللي حبت تستعملها في لي قوبلي كيما كنت ندير أنا من قبل، وكل ما تخلص يعني يخلص واحد تقدر تجبد واحد تكون أحسن، على واه لأنه الكمية تكون قليلة. ولا تشري هاد البلارات هذو تحطهم في الماء تغليهم وتجبدهم ومن بعد تعمرهم وتخزن. يعني هذه طريقة، ثاني طريقة اللي يستعملوها الناس كامل. أنا ما تجينيش عملية ونخاف تفسد لي، يعني التعب هذا كامل يروح في نهار ولا نهارين بعد تفسد. تجيني الأكياس هذه أحسن وأحسن. هنا راح نجيب الساشيات تاوعي هذو، حنا نقولوا ساشيات تاع الخبز، يعني نديروا فين في العرس الخبز. حنا كي نحبوا نشرو نقولوا ساشيات تاع الخبز ولا السكر، ولا اللي عندها هذوك الساشيات هذوك تاع ولا أكياس التجميد الخاصة بالمجمدة تستعملها. اللي ما عندهاش تقدر دير هذه الساشيات هذو، يعني تكفي وتوفي عادي جدا. في كلتا الطرق راح تكون عندك نفس النتيجة. نجيب الساشي تاعي نعمر فيها الكمية اللي تحوسي عليها، يعني الكمية اللي تحبيها. أنا هنا ندير 2 مغارف تاع السقولة، 2 غراف خلاص تكفيني، تجيني الطبقة شوية متوسطة ماهي خشنة ماهي رقيقة، وكي نحب نقص منها نقدر نستعملها. نجيب الساشي تاعي كيما راكم تشوفوا كنت عمرتها وفتحتها يعني مليح، وخليت قيس 4 ولا 5 سنتيم باش نطبق هذيك الطبقة هذيك وما تسيحليش الهريسة تاعي. نزيد نعاود نخدم معاكم وحدة. قلنا نجيبوا أي كيس بلاستيكي، سواء هاد الساشيات هذو ولا ساشيات الخاصة بالتجميد، يعني اللي يديروها نديروا فيهم اللحوم والخضر. نهزوها نعمروا فيها كمية يعني ما تكثريش بزاف باش ما تجيش خشينة، وما ديريهاش يعني ديريش قليل باش تجيك رقيقة. أنا قلت لكم 2 مغارف سقو جاتني قد ونخليو قيس 4 صباع ولا 5 ولا كيما قلنا حنا 6 سنتيم، ونطبقوها ونهزوها بالطريقة هذه. شوفي كيفاه تجيبي، لازم ديري ساشي بين الطبقة والطبقة. أنا من بعد نحي هذه نعاود نحط ساشي بيناتهم ونحطهم كيما هكا. إذا قلتي لا تقدري تستعملي هاد لي قوبلي هذو تاع الجوطابل، يعني إذا عندك بلاصة في المجمدة تعمري القبري تاع الجوطابل تاعك كيما تشوفيه هنايا، تخبطيه مليح، ومن بعد ديري له مورسو تاع ورق الالومنيوم تغلفيه به وتحطيه في المجمده. تحطيه مع بعضهم مثال في بلاطو ولا كي يجمدوا تحطيهم في البورتمونج وتجبدي. تسمى كي تجبدي وحده تقعد لك نهارين 3 ايام اذا كنتي تاكليها ولا طيبي بها ولا ما تفسدش في الفريجيدار، يعني نهارين 3 ايام وتخدمي بها. ومن بعد يعني كي تخرج تجبدي واحده اخرى، ولا تروحي لهاد البلارات هذو تعقميهم مليح تخليهم يغليو تقريبا ساعة، ومن بعد تجبديهم ما تمسيهمش بيديك نهائيا لداخل، تهزيهم طرشونة تقلبيهم على وجههم تخليهم ينشفوا مليح، ومن بعد تحطي كمية تاع الزيت في البلارات داخل وتعمري الهريسة تاعك. وكي تكملي خلاص الطبقة اللي بقات من فوق زيد تعمريها زيت، يعني زيت زيتون ولا زيت الأكل العادية، تعمريها زيت ومن بعد تغلقي عليها المقفال تاعها هذاك اللي كنتي أصلا أيضا عقمتيه بس ما تمسيهمش قلت لكم بيديكم لداخل، يعني من برا تفرمي عليها وتقلبيها على وجهها وتخليها. هما ما يقولوا يعني تقعد في مثال في البلاكار تحت ولا بلاصه بارده مظلمه فتره طويله. انا ما جربتش، انا ما قدرتش نغامر، يعني كنت قادره نجرب وحده ولا بس على بالي بلي تفزت، يعني مع الطوله تفزت. انا تجيني هكا اني نحطها في المجمده احسن واحسن، ماشي تعب تاع نهارين على بعضهم وبعد يروح يعني في نهارين 3 ايام تفزت. هذه هي الطريقه اللي قلت لكم استعملتها، سواء تستعملي لي قوبي تاع جوطابل وتحطيهم في المجمده وكل ما تخص وحده تجبديها. انا هذه الطريقه نعتمد عليها، يعني الهون وين رجعت ندير في الساشيات، ولا تعقمي البلارات تاعك وتعمريهم وتخدمي فيهم. مام انك تعقمي البلارات تاعك وتخدميهم وتحطيهم في المجمده وتجبدي بالوحده، يعني حتى هذه تقدري تستعمليها. ولا نديروا في الاكياس البلاستيكيه اللي هذه تاع نقولوا تاع السكر الخبز، ولا هذه الطريقه ايضا يعني عمليه 100%. درك نقول لكم على واحد تجيني عمليه كما راكم تشوفوا هنا جمدتهم، يعني باتوا ليله كامله حتى البله حتى تجمد. هنا لقيت العلبه هذه عمرت فيها، يعني تقدروا حتى هي تستعملوها. شوفوا لهنا على واه عمليه كل فايه تخرج وحدها. شفتوا هنايا على واه قلت لكم هنا الفايات هذو يخرجوا وحدهم يقعدوا ما يحكموش بلاصه في الكونجيلاتور، هذه الاولى. وكي تبغاي تستعملي شوفي تقصي مورسو كيما هكا خلاص، يعني تقصي الكميه اللي حبيتي تستعمليها. من تقرتيها تجيبي الموس يعني تفوتي على الساشي هذيك تنحيها
هنا كيما راكي هنا تشوفي هنا فيا، نحي هذيك البلاصة هذيك وخلاص تهزي الفاية تاعك تعاود ترجعيها في الكونجيلاتور. بالنسبة للمورسو تاعك هذا تجيبي أي صفحة ولا أي صحن ولا تحطي فيه 5 دقايق يذوب، لأنه أصلًا هي رقيقة يعني السمك تاعها رقيق ما تديش معاك وقت. اللي عندها ميكرووند تحطها 30 ثانية وهي ذابت. هنا يعني أنا ما نستعملهاش نحطها ما بين ما قليت تكون ولا طيبت ولا تكون واجدة. أنا قلت لكم نطيب بها، نحط مورسو كيما هكا نحطه في البرمة ونطيب به. هذه هي الوصفة اللي كانت معنا لنهار اليوم. إذا عجبتكم حطوا لايك وما تنساوش تعليق، وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.